السلام عليكم. أهلا بكم. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. فيديو النهاردة إن شاء الله من أروع وأسهل الطرق اللي ممكن تعملي بيها فطاير المربى والقرفة. هي ميني فطاير جميلة 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 يا بنات، خطيرة بجد. هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا كده في المقادير إن شاء الله 2 كوب دقيق بما يعادل 280 جرام، نص سمنة أو زبدة بما يعادل 150 جرام، ونص كوب مربى مشمش بما يعادل 100 جرام، ونص كوب سكر بما يعادل 100 جرام، واتنين معلقة بيكنج باودر بما يعادل 10 جرام، وعدد 2 بيضة، واتنين كيس فانيليا، ومعانا كمان ذرة ملح، رش خفيف قوي ملح، ومعانا كوب الا ربع مية، احنا مش هنحتاجه كله، ومعانا رشة قرفة. اما بالنسبة للسكر والمربى، النص كوب سكر ونص كوب مربى ممكن نخليهم ربع كوب مربى وربع كوب سكر بما يعادل 50 جرام و50 جرام على حسب الرغبة. نحضر بولة ونضع فيها الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح، ونقلبهم مع بعض كويس قوي بمعلقة خشب او بايديكي او بالمضرب الكهربائي لغاية ما تلاقي ان الزبدة اختفت في الدقيق والدقيق اصبح كالرمل، بقى مفرول. ده البيكنج باودر. انا ماشيه معاكم يا بنات واحده واحده علشان البنات الجديده اللي بتتعلم. معلقتين البيكنج باودر دول معلقتين صغيرين 10 جرام. هنبدا نخفي الزبده بالدقيق لغايه ما الدقيق يصبح كالرمله، تمسكيه كده يبقى مفرول. تمام يا بنات، زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا بوريكي بقى عامل زي الرمله. في الوقت ده هنضع 2 عدد بيضه و2 كيس فانيليا. انا بحب احط لكل بيضه كيس فانيليا او تلت معلقه صغيره لو احنا هنحسبها بالمعلقه. ونعمل زي ما عملنا في الزبدة، خفينا الزبدة في الدقيق، هنعمل كده في 2 عدد بيضة. هنخفي البيض خالص، ايوه زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، في الدقيق. نبدأ نحط الماء بالتدريج لان هنا احنا حاطين بيض والزبدة طرية بحرارة المطبخ. البيض بيكون على رخامة المطبخ مش في التلاجة، على الأقل قبلها بساعتين. انا يا دوبك حطيت ربع كوباية من الكوب الا ربع، 3/4 كوب، انا حطيت ربع كوباية بس. زي ما انتوا شايفين يا بنات كده، هو مش محتاج مية تاني. انا هنا خلصت بالمضرب الكهربائي ولميتها بايديا، طلعت سهله من البوله. لو انت لاحظتي انها بتلزق في البوله ممكن ترشي رشه دقيق لغايه ما تطلع بالقوام ده. عجينه طريه جدا بس مش بتلزق. انا هنا بوريك الميه اللي اتبقت، نصف كوب. انا خدت ربع كوبايه بس. رشيت رشه دقيق على المفرش. انت ممكن ترشي رشه دقيق على الرخامه، على المكان اللي بتفردي فيه لازم رشه دقيق لان العجينه طريه. انا هنا قبل ما افرد العجينه بالنشابه قسمتها على قطعتين علشان انا عايزه افردها سمك حوالي نص سنتي او اقل من نص سنتي، 4 ملي. فردتها يا بنات. انا هنا بعمل طبقه مربى خفيفه. انا هنا حطيت مربى مشمش لان عايزه اظهر طعم القرفه. وهرش رشه سكر. لو تلاحظي اتبقى شويه مربى ده للجزء التاني بتاع العجين لاني قسمت العجين على قطعتين.
نفس نظام السكر، هبقي برضو جزء للعجينة التانية. رشيت، مسحت مسحة مربى، وبعدين رشيت سكر، وبعدين هنا برش القرفة رشة خفيفة. والله جميلة يا بنات، حاجة حلوة كده ومكرملة من تحت، تحفة وسهلة وعلى قد الإيد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي في التعليقات يا بنات. بالراحة كده بنلفها رول زي نظام السويس رول، بالراحة خالص كده لأن العجينة طرية. هنكمل لف. احضري بقى أي صاج، أي صينية تكون مدهونة، أي مادة دهنية عشان تبقى سهل بس وانت بتخرجيها لما تستوي. بنفس الطريقة كده اللي أنا عاملاها، بتتقطع حلقات وتترص. مش برصها زي ما هي متقطعة كده على المفرش، لا، برصها بنفس مسكة ايديا كده، بيبقى الشكل من فوق. بنفس النظام كده بحطها في الصينية. هوريكي دلوقتي شكلها. انا هنا بوريكي سمك العجينة، بص رفيعة ازاي. كده بنعمل الجزء التاني من العجين. انا بس بحاول اجري الفيديو عشان ما اطولش عليكم. يا ريت ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد، واكتبوا لي تعليق حلو كده يا بنات، بتفرحني تعليقاتكم. يلا نكمل. نفس النظام كده زي ما انا ماسكاها كده على ايدي بنرصها في الصينيه. لازم نسيب فراغات لان هي حجمها بيكبر شويه عشان تعرفي تخرجيها بس من الصينيه. زي ما وريتك كده بتسخني الفرن قبلها بربع ساعه، 10 دقايق مثلا، ربع ساعه، درجه حراره وسط علشان ما تتلسعش منك. يعتبر هنا كده خلصت. انا كده بديها وش كده من فوق. جميله جميله يا بنات، بجد جميله. المربى نزلت كده في القاع ما اتلسعتش، خلي بالك هي ما اتحرقتش. بص زي ما انت شايفه كده، انا هخرجها مفيش حاجه لازقه، هي القطعه نفسها مكرمله كده مع نفسها. عسل، حاجه مسكره ولذيذه وسهله. عشاق القرفه. هي سخنه، انا بحاول اخرج واحده واحده، هي سخنه قوي. بألف هنا وشفا. انا حبيت اعملها صغيره، ممكن تعملي حجم كبير، بس انا قلت حبيت اعملها صغيره كده بتكون سهله كده ومكرمله كده في بعضها. سكر سكر يا بنات، بصي مكرمله ازاي من تحت. اهم حاجه اوعي تتلسع منك في الفرن. المربى اللي نزلت منها في الصينيه كرملت من تحت، عملت طبقه كده خفيفه، تحفه. ان شاء الله هتعجبكم. اهم حاجه تشيليها من الصينيه وهي دافيه، ما تسيبهاش لغايه لما تبرد، لان المربى والسكر بيكرمل في القاع من تحت عشان ما تتقطعش منك. اول ما تحسي ان انت هتعرفي تمسكيها كده، شيليها كده باي شياله عندك ورصيها في الطبق. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميله اللي بتفرحني. ولو اول مره تشوفوا قناتي اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل. الى اللقاء، السلام عليكم.